أن القفطان بمختلف أنواعه، لأن الجزائر ما عندهاش نوع واحد من القفطان. نوجد تسمية القفطان، نوجد أيضا تسمية القاط، القويط، وهو تطور للقفطان، وهو عصرنا لما كان عليه، عصرنا للقفطان إن صح ذلك. يبقى اسم القفطان بالرغم من تعدد تسمياته واختلاف أشكاله ثابتا باسم القفطان، كما أن تسمياته تفرقت بحسب نوع القماش، مثل قفطان الكمخاء أو الغرض منه، مثل قفطان الشرط الذي يرتبط بالمكانة الوظيفية، أو قفطان الداي وقفطان الباي اللذين يعكسان المنصب والمكانة الاجتماعية. كما تم ذكر القفطان في الغناء الشعبي الجزائري والقصائد، حيث يعود تاريخه إلى ما بين القرن ال12 وال13 ميلادي. نجد ذكر القفطان لازال متداولا في الغناء الشعبي، ونجد عديد القصائد لما زالت تغنى في الجزائر تذكر القفطان، على غرار زجل عبد المولى. في أول ما نبدأ القصة يذكر: يا ولد يا حسن يا لابس القفطان. وابن عبد المولى أو عبد المولى يرجع إلى القرن ما بين القرن ال12 وال13. أيضا نجد أنه سيدي الأخضر بن خلوف المستغانمي الجزائري يذكر القفطان في قصيده، يقول: البس العبروق والتخويم والقفطان. وسيدي الأخضر بن خلوف اللي شارك في معركة مزغران وكان من المجاهدين ضد الإسبان، عاش ما بين القرن ال15 وال16 وذكر القفطان. نلقاو أيضا عديد النصوص في المدح، في مدح خاص برجال الحمراء في عنابة، يقولوا: نروح للدار نلقى زهو يحو الدار لابس قفطان والعمامة ذهبية. هنا لما يتكلم على أحد المشايخ لابس قفطان والعمامة ذهبية، لأنه المشايخ سابقا والمفاتة كانوا يلبسوا عمامة ذهبية مذهبة. أيضا لما يذكروا سيدي محمد بن عبد الرحمن يذكروه يمدهب القفطان. تداول هذا القفطان في الذاكرة الشعبية وفي الموروث الشعبي من قصيد، يعني له حضور كبير. حتى في المحاضري لما يصدروا العروسة يذكروا: عرضني بوها عند باب الدار، قال بنتي زينة لابسة القفطان. يعني هذا إثبات على وجود القفطان في الذاكرة الشعبية وفي الشعر الشعبي أو الفن الجزائري الكلاسيكي الذي ما زال متداولا إلى يومنا هذا. توثق عقود الزواج في أرشيف الجزائر العاصمة وقسنطينة ذكر القفطان ضمن المهور، وذلك بين القرنين ال17 وال18. ذلك يعود في سجلات لسنوات بين 1703 و1752 و1857 في الجزائر، وكذلك بين 1787 و 1825 في قسنطينة. وكذلك تم ذكر القفطان في وثيقة تعود إلى القرن ال19، والذي أصبح في تلك الفترة رمزاً للجمال والأناقة. في القرن ال17 بدأ القفطان يأخذ مكانة بارزة في المجتمع الجزائري، ويظهر بشكل أكثر تفصيلا في الوثائق التاريخية. كتب المؤرخ جورج مارسي في كتابه لو كوستيم ميزولمان دالجي، اللباس الإسلامي في الجزائر، أن النساء الجزائريات كن يرتدين قفاطين مذهبة ومزخرفة تتراوح أعدادها من 3 إلى 5 قفاطين، وكانت تصنع من أقمشة فاخرة مثل القطيفة والبروكار والساتان والحرير، وتطرز بخيوط ذهبية وفضية، مما يعكس الرفاهية الاجتماعية والجمالية لهذا الزي. لما نتكلم على القفطان ارتبط في الشرق الجزائري بالقندورة وبقماش المخمل الذي عرف بقماش جنوة نسبة إلى مدينة جنوة الإيطالية، واعتمد هذا القماش في تطريز القفاطين، واستعمل التطريز بخيط الذهب على هذه القطيفة، وأعطتنا نوع جديد
أعطت رونقا جديد للباس الجزائري النسوي أو الرجالي أيضا. لكن القفطان الجزائري لم يكن مجرد قطعة لباس فاخرة، بل كان أيضا رمزا اجتماعيا وثقافيا، كما تجلى في العديد من العقود الموثقة في أرشيفات الجزائر. ففي عام 1703 وتحديدا في عقد الزواج رقم 116 الذي جمع بين خليل بيك بن حسن التركي وفاطمة بنت إبراهيم، كان المهر يتضمن قفطانا من المخمل إلى جانب 500 دينار. القفطان كان جزءا أساسيا من المهر، مما يبرز مكانته في المجتمع الجزائري آنذاك. الجزائريين والمؤرخين الجزائريين خاصة الشيخ عبد الرزاق بن حمدوش في كتابه الرحلة يتكلم عن عقود زواج ويذكرها موجود المرجع أو المصدر، يتكلم على عقود زواج اشترط فيها القفطان وسمي بقفطان الشرط. يعني الجزائرية سابقا كانت تشرط هذا القفطان وسمي بقفطان الشرط، يعني كان حاضر في الحياة اليومية وفي الأعراف المتعلقة بالزواج، يعني كان من المهر الذي يشترط قفطان. وفي سنة 1752 أدرج القفطان ضمن مهر في عقد زواج آخر في الجزائر، حيث تضمن المهر قفطان كمخا إلى جانب 400 دينار. هذه الوثائق لا تقتصر على توثيق المهر فقط، بل هي شهادة على دور القفطان كرمز للهوية الجزائرية العميقة وارتباطه بالتقاليد الاجتماعية. وفي قسنطينة بين عامي 1787 و 1825 تم تسجيل العديد من عقود الزواج التي كانت تشمل القفطان كجزء من المهر. ففي سجل الزواج رقم 4 لسنة 1816 تزوج مصطفى بن إسماعيل الإنكشيري من يامونة بنت بالقاسم السياري، وقد تضمنت القائمة مهرا يضم القفطان والحزام واثنين من اللؤلؤ، مما يعكس احترام القيم الثقافية المحلية. سجلات المحاكم الشرعية لمحكمة قسنطينة التي نجد فيها عديد العقود، خاصة عقود الزواج التي تكلمت عن وجود القفطان، عن وجود الجبة أو القندورة، وجود الملحفة أيضا، وعديد الألبسة والمصوغات. يعني عقود الزواج هي مصدر مهم. هذه العقود تاع الزواج ترجع إلى القرن ال17 إلى القرن ال18. خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، رغم محاولات فرنسا طمس الهوية الجزائرية، بقي القفطان رمزاً للتمسك بالتراث، ورغم تأثره بالموضات الأوروبية احتفظ القفطان الجزائري بأصالته، وبقي يرتدى في المناسبات الكبرى كجزء من مقاومة الجزائريين الثقافية. تشير صحيفة فرنسية تعود إلى سنة 1852 إلى أن أصحاب المناصب في الجزائر كانوا يحصلون على قفاطين رسمية عند توليهم مناصب مثل المفتي أو القاضي.